السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. قبل ما نبتدي الفيديو نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده معانا سردين بلدي. بصوا يا جماعة، هنمسك السمكية كده وهنفتح بقها كده وهنحط فيه بالشكل ده، وبمعلقة هنوصله لغاية تحت. تمام كده كده، لأن الملح الخشن بيبقى أحسن من ده، بس أنا دلوقتي ما عنديش ملح خشن. وهرش كده وهرش كده. تمام. وهجيب كيس وهحط الكيس كده بالشكل ده. هخلص يعني هنعمل السمكة ونملحها من بره ومن جوه، وهنحط في قلبها من جوه الملح زي ما انا قلت لكم، ما عندكيش خشن هتعملي كده، هتفتحي بقها كده بالشكل ده. بتكوني غسلاها حلوه قوي ومنشفاه، وتفتحي بقها كده وتحطي ملح، مش عشان انت ما عندكيش ملح خشن تقولي لا مش هعمل، لا هتعملي بامر الله كل اللي انت عايزاه بالشكل كده. خله بتاعت شيش طاووق او بمعلقه زي ما انا بعمل كده وتنزلي. المهم ما يكونش فيه ميه علشان ما يبص، هيعفن يعني. تمام كده بالشكل ده. وبعد كده بتحطي ملح من بره ومن جوه على السمكية كلها بالشكل ده، وتروحي حاطه راسها لتحت في البرطمان. تخلصي كل الكمية في برطمان، يعني انا مش هعمل الكمية كلها. انا عندي هنا سردين هنا، واللي انا كنت عامله الصينيه قبل كده ده كان في الفريزر. بصي طالع اكنك لسه جايباه، ما شاء الله. بصي طري ازاي. وفي نفس الوقت انا عايزه اعمل سردين ومش عايزه اجيب اللي بره عشان مثلا مش مضمون ومفيش حد بياكله الا انا. هخلي الكام واحده على قدي وهوريكم لما افتح عليه بامر الله هيتساب بالظبط كده قد 4-5 ايام. هو ما بي يعني بيستوي على طول. تمام كده. بصوا يا جماعه، ده شكلها. بتمليها ملح، اوعي تنضفيها سليمه بالشكل ده. بتمليها ملح وشطه وتجيبي البرطمان اهو. انا معايا حبه دلوقتي دول انا مش هعملهم، هكمل عليهم واعمله صينيه عادي. ادي البرطمان، بتحطي كده راسها لتحت بالشكل ده، وتروحي موقفاها كده اهو. تمام كده اهي. وتاخدي الملح ده كمان تحطيه، بتخليلي احلى سردين من ايديكي ما شاء الله اهو. بتطلعي الهواء. استنى اطلعه لكم. بصي البرطمان اهو، خرجناه من البرطمان بالشكل ده. بتربطيه اهو وطلعنا الهواء. بنجيب كذا كيس، 3-4 اكياس حسب ما انت عندك. حطي
كيس بيحفظه، عايزه تحطيه في التلاجة براحتك، عايزه تحطيه في المطبخ تمام. بص ادي كيس ونطلع الهواء بالشكل ده، وادي كيس تاني ميكونش فيه ميه ولا حاجه ونحطه تاني علشان ما يخشلهوش رطوبه. بصوا بتطلعوا كل الهواء ازاي، ولو عندك استرتش ماشي، انا عندي الصراحه بس عشان ما ازفرش الايه البقر. بصوا يا جماعه بتطلعيه كده، واخر حاجه بقى بتربطي ده كله اهو شكله. بعد ما حطينا 5 اكياس او 4 هنحطه كده في البرطمان ندخله نزنقه نقطعه في الحاجه اهو، وبنقفل عليه كده قوي وتروحي عاملاه كده وتركنيه عندك في ترابيزه المطبخ تمام، او على اي حاجه بتقعدي تقلبيه. النهارده سيبيه كده، بكره تقلبيه، بعده تروحي تعدلاه وبس، وتاكلي احلى مخلل سردين من ايديكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.